أهلا بيكم في قناة ملوكة الإخبارية. معاكم ملوكة، وده وقت نشرتنا الرئيسية هنقول فيها أهم أخبار البلد والعالم كله. خليكم معانا. أول خبر: تطويرات جديدة في القرى. الحكومة بدأت في تنفيذ مشاريع جديدة في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة. شغالين على تحسين شبكة الطرق، توصيل الصرف الصحي، وتجهيز المدارس والمستشفيات في مناطق كتير. ناس كتير بدأت تلاحظ الفرق فعلاً، خصوصاً في صعيد مصر. تاني خبر: الأسعار والتموين. وزارة التموين بتكثف حملاتها الرقابية على المحلات، وابتدت تطرح تخفيضات على السلع الأساسية زي الزيت والسكر والدقيق. في كمان شكاوى من المواطنين عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكن الحكومة وعدت بتشديد الرقابة ومحاسبة اللي بيغالوا في الأسعار. تالت خبر: موجة حر جديدة. هيئة الأرصاد بتقول إننا داخلين على أيام حر جامدة جداً. الحرارة معدية 40 درجة في بعض المحافظات. بينصحوا الناس يقللوا الخروج وقت الظهر ويشربوا سوائل كتير، خصوصاً الأطفال وكبار السن. رابع خبر: التعليم واستعدادات السنة الجديدة. وزارة التعليم بدأت تستعد للسنة الدراسية الجاية، وبيجهزوا المناهج المطورة، وكمان في تدريب للمدرسين على طرق حديثة في الشرح. في منصات إلكترونية هيتم تفعيلها عشان الطلاب يقدروا يذاكروا أونلاين. خامس خبر: الكورة والماتشات. النادي الأهلي بيستعد لمواجهة قوية الأسبوع الجاي، والمدرب جرب تشكيل جديد في التمرينات. الزمالك أعلن عن صفقة جديدة، لاعب وسط من الجزائر، وجمهور النادي متحمس يشوفه في أول ماتش رسمي. سادس خبر: العالم. في خبر مهم من العالم: منظمة الصحة العالمية أعلنت عن خطوات جديدة لمتابعة الفيروسات المنتشرة، خصوصاً في بعض الدول الآسيوية، وفي تعاون دولي عشان يتجنبوا انتشار أي وباء جديد. ودي كانت كل أخبارنا النهاردة. شكراً لكل اللي تابعنا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا اللايك في الفيديو واشتراك في قناة ملوكة الإخبارية، واستنونا كل يوم في نشرة جديدة باللهجة العامية وبشكل بسيط وسهل. مع السلامة، باي.